انا ما اعرفش كتير عنك، ولكن اللي انا متاكد منه ان في حاجه مهمه انت عايز تعملها وعمال تأجل فيها. حاسس ان الوقت مش مناسب لسه، محتاج تستنى شويه كمان عشان تظبط شويه حاجات. الحاجه اللي انت عايز تعملها دي حاجه مش فرض عليك ومش مستعجله، ولكن انت عارف انك لو عملتها هتفرق في حياتك جدا. ممكن تكون جربت كذا حاجه وكذا طريقه علشان فعلا تنجز الحاجه دي، ولكنك بعد فتره بترجع تاني لمربع الصفر. لو انت عندك المشكله دي فانت محظوظ، لان في الفيديو ده ان شاء الله هشارك معاك ازاي قدرت اطلع من الحفره دي. حاجه لسه جديده لانج، لسه يعني ايه طالعه من الكرتونه بتاعتها دلوقتي. فيلا بينا. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ورط نفسك، ده الحل في كلمتين. ورط نفسك بس كده. تقدر تقفل الفيديو بقى وتروح تشوف انت عايز تعمل ايه، ولو عايز بقى تعرف الموضوع بالتفصيل فيلا بينا نكمل. ورط نفسك. رغم ان الكلمتين دول يبدو انهم بساط جدا وبديهيين جدا، الا ان الموضوع اخذ مني وقت طويل قوي على اني قدرت ان انا يكون عندي الشجاعه واخد الخطوه دي واورط نفسي. يعني زي ما بيقول الاجانب كده easier said than done. الكلام سهل لكن التطبيق مش بنفس السهوله. الحاجه اللي انت عايز تعملها ايا كان هي ايه، انا عايزك بس ايه تحطها في دماغك وتستحضرها. كل مره بنتكلم عن الحاجه دي، يعني في اي مره هنقول الحاجه دي عايزك تستحضر الحاجه اللي انت عايز تعملها ديت في دماغك. المشكله الكبرى في الحاجه دي انها مش مستعجله، فانت معاك وقت فبتكون براحتك شويتين ثلاثه. وطبقا لقانون باركنسون ان المهمه او الحاجه بتتمدد لتملا الوقت المتاح ليها، وبما ان انت مش مستعجل وعندك وقت فبالتالي الحاجه ديت حرفيا ممكن تاخد الى الابد. مفيش اي مشكله خالص، تتمدد الى الابد. خلينا ادي لك مثال. لو انت حاطط وقت اسبوع علشان تخلص حاجه معينه، وبعدين اكتشفت لسبب ما لحاجه طارئه ان انت قدامك يومين بس عشان تخلص نفس الحاجه اللي كنت محتاج لها اسبوع، متخيل ايه اللي بيحصل وقتها؟ صح، بتخلصها في اليومين رغم ان انت كنت شايف ان هي هتاخد اسبوع. لو الحاجه ممكن تعملها في اي وقت ومفيش وقت محدد ليها، ففي الغالب انت مش هتعمل الحاجه دي خالص، لان نظريا انت عندك وقت مفتوح لا نهائي تخلص فيه الحاجه دي، فليه تستعجل؟ خليني احكي لك عن تجربتي الشخصيه بحيث تستوعب الموضوع اكتر. انا في كورس عن صناعه المحتوى، الماتيريال بتاعته موجوده بقالها اكتر من سنتين خلصانه على التصوير على طول، ولكن انا قلت اوكي ده كورس عن صناعه المحتوى فلازم يتصور بافضل جوده ممكنه، فهستنى لما اشتري كاميرا كويسه. اشتريت كاميرا سينما واشتريت عدسات واشتريت كاميرات، حوالي 4 كاميرات بعدها. وبعدين قلت اوكي انا محتاج الصوت بقى يكون افضل حاجه. اشتريت مسجلات كتيره جدا، اشتريت مايكات بتصور او بتسجل 32 بت فلوت اوديو اللي هو حاجه يعني رائعه جدا. بعدين قلت اوكي انا محتاج اضاءات احترافيه بقى وسيت اب علشان الموضوع يتماشى مع يعني ايه المستوى بتاع الكورس. عملت الكلام ده. اوكي قلت انا محتاج، واخد بالك النمط المتكرر بتاع الموضوع ده بشكل ما، انت بتعمل نفس الشيء مع الحاجه اللي انت عايز تعملها، عمال تاجل وتاجل وتحط عقبات قدامك هي اصلا مش موجوده ولكن انت بتخلقها علشان تاجل وتاجل وتاجل. على الجانب الاخر من فتره اتعرفت على اداه اسمها نوشن، وبدات استكشف الاداه دي وازاي اقدر استخدمها، وبالفعل شقلبت حياتي راسا على عقب 180 درجه. واكتشفت في الوقت ده ان لسه مفيش حد عندنا في الوطن العربي اتكلم عن الاداه ديت او الامكانيات والبوتنشال بتاعتها، فلقيت في جاب او فجوه هنا محتاجه ان هي تتملي. وقلت اوكي نقدر نعمل كورس عن الاداه دي بشكل ما، ويتناسب ان في الفتره دي برضو كنا في احتياج شديد لمبلغ مالي لشيء ما، وبسبب الاحتياج ده في اقل من شهرين كنت حضرت الكونتنت وصورت وسجلت ومنتجت ورفعت الكورس. كنت حتى بشتغل وانا عيان مش قادر، نزلت ديسكتوب في الشقه بتاعتي وبدات امنتج فيه وانا عيان. ايه الفرق ما بين ده وما بين الكورس اللي بقاله سنتين محطوط عندي والكونتنت بتاعه خلصان؟ هي التوريطه، ان انا متورط، ان انا في احتياج لمبلغ مالي محدد لن يتاتى او مش هقدر احصل عليه الا من خلال الحاجه دي بالسرعه دي. ففكره ان في توريطه هي اللي بتخليك تتخطى كل العقبات ديت وتتوقف عن وضع عقبات اضافيه هي اصلا مش موجوده وتتعامل. التجربه الثالثه وهي ان انا قررت اورط نفسي عن عمد في كورس لايف من خلال زوم عن اكتساب وتغيير العادات. الكورس ده ما كانش فيه اي حاجه تدفعني ان انا استعجل في نشره، بل بالعكس كان عندي كل الوقت اللي
في الدنيا ان انا اشتغل على الماتيريال واظبط والسلايدز وكل الحاجات دي، ولكن من اللي اتعلمته من التجربتين اللي فاتوا بتاع كورس صناعه المحتوى وكورس نوشن، انا قررت ان انا اورط نفسي في الكورس ده. قررت اورط نفسي قبل ما ادخل نفسي في سلسله العقبات اللي انا عمال احطها قدام نفسي وهي اصلا مش موجوده. استشرت صديقي صهيبي عن الفكره والتفاصيل، شجع جدا. اعلنت عن الكورس في احد الفيديوهات وقررت ان انا اورط نفسي وعملت لاندنج بيج وبدات استقبل دفعات من الناس. اعلنت عن التاريخ للناس اللي اشتركوا وهو في غضون اسبوعين، قدامي اسبوعين فقط اكون مخلص كل حاجه. وبالفعل بدات اتعلم OBS وبدات اسطب الستريم ديك وبدات اظبط التليبرومتر واتعلمت البلجنز اللي بستخدمها علشان التجربه بتاعه الكورس تكون تفاعليه وان انا اكون باصص للناس في عينيهم، وكل حاجه تخلص في غضون الاسبوعين دول بشكل خرافي. السلايدز على بروكرييت، المايند مابز على فري فور، كل الحاجات دي خلصتها في غضون اسبوعين 2 فقط. الحاجه اللي قعدت سنتين ماتيريال ما بتتحضرش والكورس اللي خلص في شهرين، دلوقتي في كورس لايف خلص في اسبوعين. وده كله بسبب ان انا ورطت نفسي. تجربة مذهلة بكل ما للكلمة من معنى. كمية الحاجات اللي اتعلمتها من خلال الكورس اللايف ده بالذات كفيلة انها تغير مسار حياتي ان شاء الله في اللي جاي. ولولا ان انا ورطت نفسي وفعلا استقبلت دفعات من الناس اللي اشتركوا، ما اظنش ان انا كنت هقدر باي حال من الاحوال اخلص الكورس ده، اللهم الا ايه سنه ونص ولا حاجه. اللي احنا عايزين نقوله ان انت لازم ولا بد وحتما تحط التزام ذاتي على نفسك لا يمكن الافتكاك منه او التحايل عليه او تاجيله باي شكل من الاشكال علشان تقدر فعلا تلتزم وتنجز الحاجه اللي انت عايز تخلصها. بمعنى ابسط، ورط نفسك. انا بكل تاكيد مش هقدر اقول حاجه عامه تنفع مع كل الحاجات مع كل الناس، ولكن انت عارف ان في حاجه لو عملتها فانت ربطت نفسك وورطت نفسك وهتجبر نفسك غصب عنك انك تعمل الحاجه دي وتحقق تقدم فيها. الخلاصه، الحاجات اللي هتفرق جدا في حياتك هي حاجات انت مش مضطر تعملها. فكر فيها كده. الحاجات اللي فعلا بيكون لها الفرق الضخم في حياتك هي حاجات انت مش مضطر تعملها. مش مضطر تاكل اكل صحي، مش مضطر تحافظ على جسمك او تروح الجيم او تلعب اي نوع من انواع الرياضه او تقرا او تحضر كورس. كل دي هي حاجات اختياريه وحاجات في مساحه واسعه جدا من الوقت بحيث انك تقدر تعملها فيها، ولكن قلما تجد حد بيقدر يلزم نفسه بالحاجات دي وينتظم عليها، وده بسبب ان هو ما بيورطش نفسه. انت محتاج تورط نفسك علشان تلتزم بالحاجات دي. يعني مثلا تجربه شخصيه، انا بيبقى صعب علي ان انا اشتري كتاب ب $20 على الكندل، يعني كتاب ديجيتال على الكندل، حتى مش حاجه همسكها في ايدي، ب $20. ولكن بحاول اورط نفسي في الموضوع ده علما باني عارف مسبقا ان ممكن فكره واحده او حاجه او معلومه اخدها من الكتاب ده يكون العائد بتاعها اضعاف قد يصل الى مئات الاضعاف من قيمه الكتاب او سعره. فانا بورط نفسي واشتريه عشان تصعب عليا الفلوس وفعلا التزم بقراءه هذا الكتاب، على الاقل استفيد يا اخي بالفلوس اللي انا دفعتها. مش دفعت فلوس كده في الهوا وخلاص. انا سامعك وبتقول ان انا ساعات بشتري الحاجات وفعلا بدفع فيها فلوس وبرضه ما بلتزمش. معظم الناس بتشترك في الجيم وما بتلتزمش. شفتك وعارفك. في الوقت ده المبلغ ما بيكونش بيوجعك بقدر كافي، انت محتاج ان المبلغ يوجعك. كل ما تفتكر ان انت دفعت فلوس في الحاجه ديت، لا تقوم وتحاول تستفيد بالفلوس دي. ففي الوقت ده انت محتاج تورط نفسك توريطه اكبر. روح اشترك في اغلى نادي موجود في المدينه بتاعتك، طبعا لو انت تقدر يعني ايه تطيق هذا الامر من حيث المبلغ. يعني روح اشترك في حاجه غاليه، استثمر في حاجه غاليه علشان تصعب عليك فلوسها وتروح تلتزم بيها، علما بان العائد من الموضوع ده هيكون اكبر بكتير من سعره او من المبلغ اللي انت استثمرته في البدايه. منطقي الكلام ده صح؟ حاسس ان هو منطقي سيكا. ومن افضل التوريطات اللي ممكن تورط نفسك فيها هي انك تورط نفسك في تحسين لغتك الانجليزيه. شفت انا عارف انك بتسوف بقالك كتير في موضوع الانجليزي ده، فايه ورط نفسك. تمام. وصلنا لفقره الكوت، والكوت بتاع النهارده بيقول if you want to accomplish something you have never done before you have to do something you have never done before sometimes that means committing yourself before you feel ready. الكوت ده ممكن نطلق عليه هاشتاج بديهيات. بيقول لو انت عايز تحقق حاجه ما حققتهاش قبل كده فجهز نفسك انك تعمل حاجه ما عملتهاش قبل كده. وده معناه في بعض الاحيان انك تبدأ قبل ما تكون جاهز. ورط نفسك. فزي ما قلت لك في أول الفيديو إن الحل في كلمتين: ورط نفسك.
والموضوع زي ما قلنا برضو ان هو easier said than done، الموضوع سهل ان هو يتقال ولكن صعب ان هو يتحقق. فحاول انك تشتغل على موضوع التوريطه ده، وان شاء الله ان شاء الله تنجز الحاجه اللي انت قلت ان انت عايز تنجزها بقالك كتير قوي عمال تاجل فيها. وسؤال اخير، لو اي حد جرب ان هو يورط نفسه قبل كده يا ريت تكتب لنا في التعليقات عملت ايه والنتيجه كانت عامله ازاي. شكرا، اشوفكم ان شاء الله على خير، السلام عليكم.